بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة الحلوة القمر دي بالكاكاو اللي احنا شايفينه قدام منا ده. ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه، طعمه حلو قوي قوي. غير الكاكاو الخام، ما شاء الله، الله اكبر. جربيه في الكيكة، ما شاء الله طعمه طالع من الكيكة. عاملة زي الهوهوز. بدل ما نشتري هوهوز ده حتة صغيرة جدا ب5 جنيه، مش جاية حتى تتحط في البق. طبعا هنا اقتصادية وجميلة، بس طعمها رائع، عاملة زي الجاتو. جربيها ومش هتندمي ابدا. بسم الله. النهارده هنعمل مع بعض كيكه مشروب الشوكولاته، ما شاء الله عليها، جميله جدا جدا جدا. انا بصراحه جربتها قبل كده من غير ما اصورها، عجبتني جدا، احلى من كيكه الكاكاو الخام اللي انا كنت بعملها. جربوها بس معايا. ادي نوع الكاكاو اللي انا حطيته. ما شاء الله عليه، والله جميل جدا وريحته كويسه قوي. احلى من كيكه النسكافيه واحلى من الكيكه التانيه. اول حاجه انا معايا بيضتين. الاول بيضه، معايا كمان بيضتين. بعد كده بحط فانيليا، انا عندي فانيليا سايله. بحط كمان معلقه خل. على فكره والله الكيكه دي جميله جدا جدا. اللي مش هيجربها هيندم، بصراحه طعمها روعه والولاد حبوها قوي، عامله زي الهوهوز. ما شاء الله. معايا كمان كوبايه سكر، احطها في الخلاط. نص كوبايه زيت. طبعا المج اللي انا بعاير بيه واحد، انا مطلعه مجين، واحد بعاير بيه السايل وواحد بعاير بيه دقيق. كوبايه لبن زي ما احنا شايفين كده. بحط بقى الكاكاو اللي احنا قلنا عليه اللي هو مشروب الشوكولاته ده. طعمه جميل قوي، والبنات الولاد عندي بيحبوه، بيعملوه مشروب سخن. ما شاء الله جميل قوي برضو، انا كترت عشان طعمه يبقى حلو. بعد كده هضربه في الخلاط، بس انا هضربه عشان الصوت ما يطلعش في الفيديو. هضربه كويس قوي. ضربته كويس قوي. هحطه في البوله زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بنزل بالدقيق مع البودر. هحط كوبايتين من الدقيق زي ما احنا شايفين كده. دي على فكره في الكيكه لازم تنخليه كويس قوي. معايا الكوبايه التانية زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هفتح باكو كيك شيف. طبعا الكيك شيف بيبقى فيه محسن في الباكو غير البودر بسيبه لحاجات تانية، اما الكيك شيف بستخدمه بصراحة في الكيك زي ما احنا شايفين كده. هقلب كويس قوي. طبعا ده القوام بتاعه زي ما احنا شايفين كده. انا جبت هنا الصينيه دي ما شاء الله عليها. هعملها. دهنتها بالزيت وحطيت عليها رشه دقيق، وهنزل بالخليط في الصينيه زي ما احنا شايفين كده. على فكره والله العظيم طعمها زي الهوهوز بالظبط، بل احسن من الهوهوز، لان الكاكاو ده ليه طعم تاني خالص غير الكاكاو اللي احنا عارفينه. زي ما احنا شايفين كده. على فكرة ما شاء الله عليها جميلة قوي قوي. على فكرة انا من حلاوتها هسيبها شوية كده، واعمل كمان واحدة صغيرة وادخلهم الاتنين الفرن. يا ريت ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة، فضلا وليس امرا. انا بشوف ناس عامله لي تعليقات كتير قوي، بس مفيش لايكات على فكرة. يا ريت اللي بيحب يدودو يعمل لها لايك واشتراك في القناة. مش هتندمي قوي.
مش هتندمي خالص، سوري مش هتندمي خالص لو شفتي قناتي واكلاتي. على فكره انا من كتر محبيني في الاكل ابتديت اعمل القناه علشان يوصل لكم كل جديد. زي ما اتفقنا عملت صينيتين مع بعض، والله هي من حلاوتها جميله جدا، عامله زي البرغوث. يا ريت تجربوها وتشوفوها. هندخلها الفرن. دخلناهم الفرن زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله طلعنا الكيكه من الفرن، ما شاء الله والله جميله جدا جدا جدا. كفايه ريحتها اللي قلب الدنيا دي خالص. ما شاء الله عملنا الصينيه التانية معاهم. زي ما انا قلت لكم هعمل صينيتين اتنين لان صينيه واحده بتخلص في ساعتها. انا بصراحه طلعت دي من الفرن اتكلت في ساعتها. ما شاء الله شوفوا الكيكه عامله ازاي. الاولاد خلصوها ما شاء الله، عامله زي الجاتوه، طريه جدا ما شاء الله. عامله زي الهوهوز. يا ريت تجربيها مش هتندموا ابدا. لو وصلنا لغايه هنا وعجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. هندلع بقى الحاجات دي، هنزوق الكيكه دي هسيبها ساده. دي بقى هقلبها بره الصينيه خالص على صينيه خارجيه، وهبتدي اشقها نصين وهزوقها وهنشوفها مع بعض.